تعرف ان ظهور الفيديو ده ليك نعمه من عند ربنا ونعمه كبيره كمان. بص يا جماعه، اولا كده مبدئيا انا ما بحبش الناس اللي بتقعد تقول لك ما حدش يقفل الفيديو واستحلفك بالله، ما بحبش الكلام ده خالص ولا بحب الاسلوب ده. ولكن سبحان الله الايه دي استوقفتني في ورد القران النهارده. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. خلينا نشوف كده وقفات مع الايه دي، نلاقي يا جماعه ان نيتك ديت بتوصلك للخير اكتر من الاعمال. يعني لو انت في قلبك خير ربنا سبحانه وتعالى هيقرب لك الطريق، هيعرض عليك مقطع ديني، هيخليك تسمع وتتعظ القران، هيخليك ماشي كده لا بيك ولا حواليك وسمعت الاذان لا تعالى خش صلي انا عاوزك. سبحان الله، لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، هيخليك تسمع الموعظه. تعرف ان اعظم عقوبه هي عدم الانتفاع بالموعظه. في الاخر كده عاوز اقول لك ان التوفيق للعباده وحب الطاعه هي فضل من الله وحده، وربنا مش هيوفقك ليها الا لو علم ان فيك خير. لو اسمعهم يتولوا وهم معرضون، مش هينتفعوا باللي سمعوهم ده وهيعرضوا عنه وهيستكبروا وهيقول لك احنا ما سمعناش حاجه وشفنا، بس ربنا كتب عليهم الحب. هقول لك على 3 صور مش هياخدوا منك قراءه دقيقه بس، اعظم من حاجه الانسان الى الطعام والشراب واللباس، اعظم من الشرب والاكل واللبس. 3 صور دول ومش هياخدوا منك دقيقه واحده. قال عبد الله بن خبيب: خرجنا في ليله مطر وذات ظلمه شديده نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فادركناه فقال قل فلم اكل شيئا، ثم قال قل فلم اكل شيئا، ثم قال قل فقلت يا رسول الله ماذا أقول؟ فقال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من السحر والعين والحسد والحوادث والكوارث وغيرها من الأشياء التي تصيب الضرر بالإنسان. طبعا لو في حد مريض بيروح للدكتور، بياخد بالأسباب وبيروح للدكتور وبيعمل كل اللي عليه، لكن قد يشفى وقد لا يشفى، لأن هذا دواء يتداوى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وجيت وقفت هنا مع الآية دي هتقول لي هو ليه ما قالش دواء؟ ليه قال شفاء وما قالش دواء؟ إن زي ما قلت لكم في أول فيديو الدواء قد يشفي وقد لا يشفي، أما القرآن فهو شفاء دائم، هتشفى. فعليك بالقرآن وتمسك به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن سبب أي حبل طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به. خلينا يا جماعة نتمسك بالقرآن شوية، زي ما احنا متمسكين بالدنيا كده وبشهوات الدنيا وبزينة الدنيا، خلينا نتمسك بالقرآن شوية. أقول لك على ذكر يدخلك الجنة لو أنت مت في اليوم اللي قلت فيه الذكر ده. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هذا الذكر حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. برضه من قاله حين يصبح ومات من يومه دخل الجنة. طب ايه هو الذكر ده يا عم؟ انت شوقتنا وعاوزين نقول الذكر ده وعاوزين نداوم عليه وما نقطعوش خالص. الذكر ده يا سيدي هو سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تقول الذكر ده بالليل وبالنهار، ممكن بالذكر ده ان شاء الله مش هتموت في الليله دي او في اليوم ده الا وانت من اهل الجنه باذن الله. ذكر بسيط جدا ما ياخدش منك 20 ثانيه او 10 ثواني بالظبط ويكون سبب لدخولك الجنه. بس كده ما تنساش تشارك الفيديو ده لغيرك عشان يعرف فضل الذكر ده، وبرضه انت تؤجر من وراه وتاخد من وراه حسنات.